الو. الو، مرحبا. مرحبتين، اهلا وسهلا. استاذي الكبير عبد الباري عطواني، سعد اوقاتك. الله يصبحك بالخير ويصبحك بالنور. هذا صباح على لندن مش على عندكم. والله مش بعد صباح عندك ولا صار ظهر؟ لا لسه صباح. لسه صباح، يعني اقول لك جود مورنينج. جود مورنينج دقيقه بتصير ظهر. اوكي، هقول لك جود مورنينج، صباح الخير، وجود مورجن بالالماني كمان. ما انا عارف طبعا طبعا. تحياتي لك استاذ عبد الباري عطوان. اهلا بك يا ستي، اهلا وسهلا. مين معي؟ انا معك يعني سيدي وسام. اهلا وسهلا يا سيده وسام. وانا من الناشطين في يعني انا مع سوريا، بس ما حقول لك سوريا شو يعني، لانه يعني طبعا. انا مع سوريا فقط. كلنا مع سوريا. انا مع سوريا فقط، ولكن طبعا عندي ميول، يعني عندي ميول معين، ولكن حبيت، انا ما بعرف يعني اذا بتسمح لي اخذ من وقتك 5 دقائق. طبعا انا بعتز بكلامك دائما، بعتز بكل الحكي اللي بتحكيه، يعني يكاد يكون كلامك اقرب للواقع تبعي او لعقليتي يعني. الحمد لله. يعني انا اول شيء، يعني هو ما هو تحقيق صحفي بيني وبينك، هو كلام من مواطن لمواطن يفهم بالسياسه. بس انا حابه اعرف من رؤيتك انت كانسان محلل وبتعرف الامور اكثر وخبايا السياسه اكثر، في ضربه على سوريا ولا ما في ضربه؟ لا ما في ضربه. ما في ضربه على سوريا. لا ما في ضربه. اعتقد انه يعني اوباما كان بده سلم ينزل على الشجره، واعتقد لافروف والمعلم قدموا له هالسلم. انا في تقديري. يعني قصدك السلم اللي هو انه عفوا حنعطيكم الكيماوي اللي عندنا. لا بالمشكله كيماوي انا. نعم. بس قولي لي، عارفين عليك ما بقدرش احكي. عزيزي انا لاقول لك شغله، انا ناشطه من اكثر من 2.5 سنين. وانا مع سياده الدكتور بشار الاسد، هي عرفتك عن نفسي. اهلا وسهلا. يعني انا مأيدي بشار الاسد، مالي مأيدي الثوره، حكون صريحه معك يعني. طبعا لازم عشان لانه بدي احكي مع ناس. حكون صريحه معك وما حخبي عنك. وحوربت كثير، يعني انا من اشخاص، يعني كان لي اصدقاء كثير وفقدتهم لانه هن بين قوسين ما يسمى الثوره اللي هن مقتنعين فيها. انا مالي مقتنعه بهالموضوع هذا. حقك. مالي مقتنعه، لانه اللي شايفه انا يعني اللي شايفته بعيني بيخليني ما اصدق انه هي ثوره. لا معك حق. لا الان ما عادت الثوره هي الان. لا من البدايه انا ما اعتبرتها ثوره. لا في البدايه كانت ثوره صراحه. لا عفوا لا في ناس في البدايه كانوا يطالبوا بحقوق، وعندهم هذول الناس حق انهم يطالبوا بالحقوق، والنظام نفسه الدكتور بشار نفسه في خطابه اعترف انه في كان لازم يكون في اصلاح، ولازم يكون في تجاوب مع مطالب الناس. وعمل الغى الماده السادسه من الدستور اللي هي بتنص على انه حزب البعث هو الحزب يعني الحاكم. عمل انتخابات، عمل يعني هذا دليل انه الناس كانت مطالبها صح. هو نفسه الدكتوره بثينه شعبان قالت انه هذه مطالب مشروعه. نعم. الايرانيين قالوا انه هذه مطالب مشروعه، اصدقاء النظام قالوا هذه مطالب مشروعه. النظام نفسه اعترف مشروعيتها، فما بنقدر نقول ما كانت ثوره، لا، بس انه انحرفت الثوره هذه قضيه ثانيه. برايك امتى تم يعني انحراف الثوره في اي عام؟ يعني قصدي يعني الان اول ما صارت بس هذا مش للنشر. انا البحث لا مش للنشر، هذا بيني وبينك استاذ عبد الباري، نحن يعني نتكلم يعني عم ناخذ منك يعني. لا يعني ما انا بعرف كيف هي المشكله. هي القصه، انا بحبش احكي مع ناس ما بعرفهم، بس لكن يعني اول استغربت انا كنت في تليفوني. يعني هاي عزيزي انا معي ارقام كل المسؤولين اللي ممكن تتخيلهم يعني، وانا صديقه لهم يعني. انا مالي انسانه عاديه يعني، ما حقول لك عن نفسي يعني انه انا كثير كبيره، ولكن انا الحمد لله عندي صله كويسه كثير بالناس اللي بيفهموا امثالك يعني. والله يا ستي شوفي، انا بعتقد الثوره انحرفت. انا هذا وكتبته يعني مش جديد يعني. انا بعتقد الثوره انحرفت لما تشلحت. انا تقديري يعني بعد ما صار في تسليح للثوره او تسليح للانتفاضه او تسليح للناس. انا تقديري هنا يعني صار في ناس دخلوا على الخط واستغلوا الناس ومطالبها المشروعه وحرفوها عن مصالحها. انا هذا قناعتي الشخصيه يعني. والله انا مقتنعه كمان يعني. طب انا بدي احكي لك شغله، يعني انا يتهموني دائما باني قومجيه يعني انا اعتز يعني بهذا الشيء. طب يعني بقول له عرفوا لي القومجيه، ما حدا بيعرف يعرف لي اياها. طب فيك تعرف لي القومجيه تفيدني انا كانسان، يمكن
خليني اقول لك مبتدئه، نحن ما كنا نخوض سياسه سابقا استاذي الكريم. اولا بدي احكي لك حاجه. اولا عيب عليهم يقولوا قومجيه، اولا عيب. نعم. يعني هذه بتدل انه مستواهم واطي اللي بيقولوا هذا الكلام. نعم. واللي بيحكوا هيك بهذه اللغه هذول الناس لا يستحقوا ان الواحد يحاورهم او يسمعهم. صحيح. يعني الانسان السوي والانسان الفهمان لازم يحترم الراي الاخر، ما لازم يعني يسخر منه قومجي واسلاموجي ومش عارف ايه. عيب. نعم. يعني هذه وجهه نظر كل انسان عنده حق وعنده وجهه نظر. صحيح. فاللي بيقول قومجي يعني هو الان هم ليش بيستخدموا هذا التعبير؟ نعم. يستخدموه للناس اللي مش مع الضرب لبلد عربي عزيز زي سوريا، اللي بيستخدموه ضد الناس اللي بيقولوا لا لامريكا. نعم. بيقولوا على الناس نعم. اللي عارفين انه في مؤامره على سوريا لانه سوريا صمدت وخاضت كل حروب العرب. نعم. هذول الناس بيستخدموا هذا لانهم خانوا القوميه، لانهم خانوا العروبه، لانهم خانوا الاسلام. صحيح. انا في ناس بيستخدموا هذا التعبير. بس احنا بنعتز بقوميتنا. اكيد انا بعتز بقوميتي. طبعا هذا هي شرف وفخر. طبعا يعني في ظل هذا التحشيد الطائفي اللي بيصير. نعم. طب هذا يعني اشرف شيء انه الانسان يكون قومي فوق الطوائف وفوق الاحزاب وفوق كل العفن اللي في المنطقه. يعني نعم. الانسان يعني يساوي بين كل المذاهب، يساوي بين كل التيارات. يساوي. هذا قمه العلم والوعي والرؤيه البعيده المدى. نعم. هذول اللي بيسخروا ايش بدهم يعني نصير طائفيين، بدهم نصير سني وشيعي، علوي واسماعيلي ودرزي؟ لا طبعا لا. مسيحي ومسلم. يعني القوميه فوق كل هالتقسيمات. ذكرتني باحدى الناس اللي ردوا علي بالفيسبوك، انا ناشطه كمان كثير على الفيسبوك. كتبت لي انه انا كتبت انه انا ضد الضرب طبعا على سوريا، فكتبت لي إذا متنا بصواريخ أمريكا مثل ما أسهل ما نكون عم نموت بصواريخ بشار الأسد. فشو رأيك بهالتعبير هذا أنت؟ يعني أنا هيك يعني شو ممكن الواحد يجاوب هيك ناس؟ والله شوفي أنا بختلف معك. أنا هؤلاء الناس ما بجاوب ولا برد عليهم ولا بعيرهم اهتمام. نعم. لا يعني الواحد وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نعم. فأنا هيك دائما يعني أنا عمري ما رديت على هذه النوعيات من الناس، ولا عمري أعطيت اهتمام، ولا عمري توقفت عندها. نعم. لأنه الإنسان لازم يكون راقي في أسلوب مخاطبته، راقي في أدبه، راقي في حتى في اختياره للناس اللي هو يرد معهم أو يتعاطى معهم. لكن الناس اللي بيحكوا هذا الكلام أنا بفضل تجاهلهم كليا. أنا هذا بفضل يعني ما ردش عليهم يعني في يعني بتعرف أحيانا الوقت واحد بيفوت بكل الوسائل التواصل الاجتماعية، فأحيانا بده يضطر إنه يجاوب. يعني في اضطرار أحيانا لأنك تجاوب، بيكتبوا لك كلام، بيكتبوا لك يعني حب سوريا يعني بطريقتهم هن، يعني يعتقدون فقط بطريقتهم هن. وكان في ناس كثير مؤيدة يعني لضربة أوباما، يعني لدرجة إنه الناس صارت يعني متهيئة خلاص إنه الخلاص من أوباما. يعني هو ليس شو بدي أقول لك، ما هو يعني إنسان يعني أنا كتبت افتتاحية ختمتها وأنا مختلف مع النظام السوري، أو يعني وجريدتي كانت محجوبة ل 15 سنة وموقعي محجوب لكن طبعا خلافي معهم كان على أساس حقوق الإنسان وعلى أساس يعني انه شويه يعني خففوا على العالم شويه بقصه الفرع فلسطين وفرع مش عارف مين وفرع 17 وفرع 18 وفرع كنت بقول يعني انه لازم يريحوا الانسان السوري، لازم يعاملوه بشكل كويس، لازم يعني هذا اللي كنت خلافي معهم، مش خلافي معهم سياسي، كان خلافي معهم انه بيتعلق بحقوق الانسان ومبادئ حقوق الانسان واحترام الانسان السوري حقيقه. على اي حال فكتبت انا مقاله قلت انه نحن في خندق سوري، ما بعرف تشتيها ولا لا. قريتها. نحن في خندق سوريا في مواجهة أي عدوان أمريكي موسع أو مضيق. نعم. في آخر المقال وقلت إنه أنا بستعين بمقولة المعتمد ابن عباس. نعم. لما قال إنه أنا مع أرعى الإبل عند ابن عمي وإن ظلمني، على رأي الخنازير عند ألفونسو. يعني اللي يكون ألفونسو اللي هو كان اللي دمر الدولة الأموية العربية في الأندلس. نعم. يعني في النهاية شو بدي أحكي لك، بس
انا دائما هؤلاء الناس انا لا اعلم لهم اهتمام. بس انا بدي اقول لك شغله، او يعني اكتشفتها انه القبضه الامنيه اللي كان يعملها دكتور بشار كانت يعني كانت بعتقد هي من صالح البلد، لانه كان في مؤامره من زمان واتضحت هلا معالمها. شو رايك يعني انا هيك اعتقادي، يعني هي القبضه الامنيه ما كانت لانه هو دكتاتوري، ولكن لانه فعلا كان البلد تحتاج لقبضه امنيه. انا هذا يعني هذا رايي. انا اولا انا مؤمن انه في مؤامره على سوريا. نعم. لما تدخل الناتو في ليبيا او قبل ما يتدخل، قلت انه بروفا ليبيه والهدف سوريا. ايوه. قبل ما يصير بروفا ليبيه والهدف سوريا. الحمد لله يعني الكلام مكتوب مش بروح في الهواء. يعني معلش لو انا قدرت افهم الكلمه تبعك، يعني بروفا ليبيه والهدف سوريا، يعني تقصد مثلا الممانعه يعني هو الهدف هو يعني القضاء على الممانعه. طبعا القضاء على سوريا بالذات. انا ليبيا ما كانت تشكل اي شيء في الممانعه، اللي كان يشكل الممانعه هي سوريا وحزب الله. طبعا سوريا وحزب الله. كانت سوريا وكانت العراق، هذول اللي كانوا يجسدوا. طبعا حزب الله طبعا. نعم. هؤلاء الناس هم اللي كانوا الممانعه، مواجهه التآمر الخليجي اللي الان بتجسد في انصاف. فعلى اي حال يعني انا القبضه الامنيه لا، شوف انا مختلف، انا مع القبضه الامنيه لكن مش القبضه الامنيه انه يعني يروح الصالح في عرض صالح. يعني نعم. كل واحد سوري بيروح على سوريا مثلا، بيرجع زي من الخليج يروح على سوريا، يروح راجع كذا الفرع كذا وفعل كذا. نعم. مش اي واحد مثلا يتبهدل في المطار مثلا او لا، هن ما بيظلموا حدا لانه الامن ضروري. الامن ضروري. كانوا بيهنوا الناس، كانوا بيبهدلوهم، وكانوا لا انت يعني شوف صراحه هذا شيء انت حره. بس انا بحكي لك يعني كان ممكن انه في ناس طبعا تتشدد القبضه الامنيه اليوم، بس في ناس اخرين عاديين بسطاء مساكين لا لازم يهانوا ولا لازم كان يعاملوا بطريقه يعني غير لائقه. طب يعني عفوا انا يعني بس بدي اقول لك طب السؤال، يعني ما انه عم تحكي على هالموضوع هذا، يعني شو اختلف انه الان هو الهجمه على نفس الناس اللي عاملين هلا القبضه؟ يعني كيف انت ملت لهم؟ يعني شو هالميول؟ يعني انه مثلا شو طبيعه الميول هذا؟ اذا كان هن عندهم قبضه امنيه، بس حضرتك تقريبا انا بشوف من كلامك يعني طبعا هذا مو يعني اتهام لك، بالعكس هذا شرف انك انت تميل الى نظام الاسد الان، ميول تام. يعني مش اميل، انا مش باميل للاسد او غير الاسد، انا بحكي الصحيح. انا يعني انا اخر واحد كان لازم يكتب انه انا في خندق سوريا لسبب بسيط، لانه يعني انا زي ما حكيت لك يعني وانا على جريدتي، ولكن حقيقه يعني للتاريخ يعني كانوا لطيفين معي كثير حقيقه. يعني الدكتور محسن بلال كان رائع جدا، مهدي دخل الله كان رائع جدا، فاروق الشرع كان رائع جدا. كلهم حقيقه يعني كانوا كثير كويسين معي يعني بجد. يمكن الدكتوره بثينه كانت رائعه بمعنى الكلمه. نعم. وليد معلم صديق عزيز وبعتز بصداقته. نعم. بضحكته كمان يعني لا انا مش عدو. نعم. وكله بيعملوا لا ومش معادي، لا انا انسان، يعني انا انسان الصح صح والغلط غلط. نعم. يعني نعم. بحكي من منطق مسؤول مش من منطق نعم. يعني تهشيم او لا. نعم. سوريا عزيزة علينا يا وسام ولا انا غلطان؟ وسام يا وسام، سوريا عزيزة علينا. سوريا عزيزة علينا كلياتنا. اول مرة عزمني على سوريا، فبقول لي مرحب فيك في بلدك الثاني، قلت لا هاي بلدي الاول، احنا كلنا سوريين. نعم. انا رديت عليه في رسالة لا شكرا على الدعوة قبلتها، بس احنا كلنا سوريين، انت من الساحل الشمالي وانا من الساحل الجنوبي. نعم. هذا ايماننا وعقيدتنا ومحبتنا لسوريا، مش قصة لافراد ولا هذه سوريا قديش مر عليها؟ سوريا عمرها 8000 سنة، قديش مر عليها أنظمة وقديش مر عليها رؤساء، راحوا كله مظلة سوريا. نعم. أنا بدي حابة أعرف شو السيناريو خلينا نقول كل شيء له نهاية، يعني كل شيء له نهاية مثل الحياة مثل الإنسان، حتى السيناريو تبع سوريا شو السيناريو بتعتقد نهايته؟ يعني الواحد الآن يعني أنا بتقدير شوفي مشكلة سوريا الآن الجماعات الجهادية. الغرب خايف منها وروسيا خايفة منها ونظام خايف منها والدول المنطقة الإقليمية خايفة منها. هاي اللي حتى ربما
بتخلي ناس كثيرين يعيدوا النظر. كثير ناس ربما انا كمان في عندي بس يعني عفوا، عندي وجهة نظر بشغله. انا طبعا مسلمة. انا اسفة، انا مسلمة طبعا. هل تعتقد انه كلمة خلينا يعني نكون يعني كمان نشوف اغلاطنا، يعني هل كلمة الله اكبر صارت تخوف الغرب وتخوف العلمانيين مثلا؟ إيه. ليش طيب؟ شو السبب؟ لأنها ارتبطت بالإسلام المتشدد. بس كلمة الله اكبر كل انسان ممكن يقولها. بس هم الآن اللي بيقولوها هم الإسلام المتشددين، وأصبحت تريد مارك لهم. هلا بحياتنا اليومية انا كمسلمة وحضرتك كمسلم ما بتقول الله اكبر؟ طبعا بقول الله. طب ليش اذا قلت انت او انا ما بيخافوا مني؟ بس لا، هي صارت كليشيه، صارت يستخدموها جماعات إسلامية متشددة، فأصبحت بتخوف الناس كلها من الإسلام ومن هؤلاء الناس بس. نعم. يعني أنا بنهاية حديثي معك بدي أتشكرك كثير وأقول لك يعني أنا طبعا حابة كنت أسمع رأيك. أنا ما حأنهي مكالمتي كالعادة، بس أنا حقول لك كلمة أستاذ عبد الباري عطوان، كلمة من إنسانة مع الثورة السورية: الله يحشرك مع بشار. بس الله يحشرك مع بشار فقط لا غير. لا أتكلم معك بأي كلمة أخرى وبأي يعني، كما أنا بالعادة أختم مكالمتي بكلام آخر، ولكن أنا سأقول لك شيء واحد: الله يحشرك مع من تحب. دعوة حلوة صح؟ طب أنت ليش يعني مش خلص بس يا أستاذ عبد الباري عطوان، يا أستاذ عبد الباري عطوان، أنت معنا ولا معنا؟ لا مش معك، أنا ضدك، أنا ضدك تماما، وأنا مع الثورة السورية. فقط أنا لا أريد لا أشتمك ولا شيء، خلي يكون مستوى الحوار معك راقي كما سأختمه، ولكن سأقول لك دعوة من قلبي من سيدة عادية معتدلة ليست متطرفة، ولكني مسلمة وأعتز بإسلامي. الله يحشرك مع بشار ومع من تحب. خلص انتهى الموضوع أستاذ عبد الباري عطوان، انتهى الموضوع. شكرا لك، تحياتي لك، شكرا. أنا بدي أنهي المكالمة. شكرا.